حلقة من حلقات بودكاست وماذا بعد. وحلقتنا النهاردة هتكون عن الصاحب ساحب. بالظبط الصاحب ساحب. يمكن دي اول حلقات البودكاست قررنا فيها نتكلم عن الصحاب، لان دول اكتر ناس احنا بنقعد معاهم، اغلب وقتنا بيكون معاهم، اذا كان صحاب في الشغل او صحاب مدرسه او صحاب جامعه، الكلام ده كله. فقررنا نبدا بيها. وليه الصاحب ساحب؟ هل انت ايه رايك يا مريم في كونسبت الصاحب ساحب؟ أنا شايفة إنه كونسبت صحيح 100%. بالظبط. وليه جانب ايجابي وجانب سلبي. صح، يعني مش شرط مثلا ان صاحبك ده يسحبك للحاجات للغلط. السلبيه بس بالزبط. او للحاجات الايجابيه بس، يعني هي بتمشي في الناحيتين، اللي هو بالزبط. حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه. ممكن عشان احنا مدرج عندنا استخدامها في الحاجه السلبيه. أيوة دايما صح. يا ابني الصاحب ساحب، يا ابني يا حبيبي خد بالك من نفسك والكلام ده كله. فهي دي يمكن من اكتر المواقف اللي بتقابلنا في حياتنا، فكره الصاحب ساحب. فقررنا نبدا بيها اول حلقه ونقول يا رب. انا بحس ان اختيار الصاحب ده يعني فعلا عامل زي اختيار العريس كده مثلا. الفكره والاثنين مشتركين في حاجه مهمه جدا على فكره يا مريم، اللي هو ايه، الام والاهل هم اللي بيختاروا الصاحب، والام والاهل هم اللي بيختاروا العريس، والاثنين بيكون لهم وجهه نظر ووجهه نظرهم صح. او مش شرط بيختاروه، بس بيكون ليهم وجهه نظر في بالظبط اختيارك. بالظبط، ويقعدوا ينصحوك ويحذروك منه. فكانت نقطه مهمه جدا. اللي هو دايما اهلنا لما كانوا يقول لك مثلا صاحبك ده على فكره انا مش مستريح له مثلا، واحنا دايما بتبقى اجابتنا ايه؟ لا يا لهوي لا في الاخر بيطلع كلامهم هو في الاخر بتنزل تعقب على دماغك. مفيش حد مامته وبابا ما قالولوش خلي بالك من الصاحب ده يا ابني، الصاحب ساحب الا وخد على دماغه. والله بصراحه يا جماعه، بس كلنا بناخد على دماغنا من صحابنا اللي اهالينا بيقولوا لنا عليهم لا دول مش كويسين. وفي اعتقادي زي ما مريم قالت دلوقتي، مفيش حد من اهلنا قال على الصاحب ده وحش فعلا لما كان هو فعلا وحش. بس الذكي بقى ايه؟ اللي يسمع كلام اهله ويشوف الدنيا ايه، يوزنها صح. مش هقول لك الخضوع التام سواء الناحيه دي او الناحيه دي، بس هيفهم في الاخر ان الاهل دايما ليهم نظره، يعني بص في عين الواحد يفهم ليهم نظره كده، اللي هو ده كويس ولا لا. هم فعلا بيكون عندهم خبره في الحياه، يمكن احنا مش بندركها. اللي هو لا طب ما احنا كمان عارفينه واحنا بقى اللي بننزل وبنروح. لا هم بيكونوا عدوا بكل ده وشافوه وعرفوا المواقف اللي هي يعني احيانا بتتشابه حتى بين الاجيال. فبيحذرونا واحنا برضو ما بنتعلمش الدرس غير من الغلط. ما بنتعلمش غير ما ناخد على دماغنا. وفي الاخر هتوصل لنا وجهه نظرهم اللي هي صح، ان هو الصاحب ده فعلا ما كانش كويس. وهيبقى انت عندك خبره في الحياه ان انت تعرف تنقي اصحابك مين صح ومين غلط، مين كويس ومين لا. الكلام ده كله هتوصل لنا في الاخر المعلومه دي. وفي حاجه كنا نسينا طبعا نقولها في اول حلقه، ان احنا ليه ولد وبنت قاعدين؟ عشان يبقى في وجهتين النظر من بالنسبه للرجاله او الشباب، وبالنسبه للانسات او البنات. تمام. فطبعا هتحصل كلاشات كتير وكومنتس هتولع، انا عارف، عشان النقاشات اللي هتدور ما بيننا. ممكن في حاجات هتبقى مثيره للجدل شويه، فيا رب بس تعدي على خير. مريم ما تولعش فيا واحنا قاعدين في البودكاست كده. فكونسبت الصاحب ساحب، نرجع لموضوعنا الاساسي تاني. اللي هو دايما صحابنا بيجرونا يا اما للحلو يا اما للوحش. دايما هتلاقي الناجح بيشد الناجح، صح، والسيء بيشد الناجح عشان يبقى سيء، او السيء بيبقى اسوء. بالظبط. يعني دايما او مش بيعبته، هو ممكن اصلا الناجح ده بيتاثر من ان هو عينه شايفه على طول الناس دي بتعمل كذا، فهو عايز يبقى بيبقى في كمان ساعات طرق اللي هو ايه، اقلل منك، اهزر مثلا، اضحك الناس عليك كده عشان احسسك ان الانجاز اللي انت بتعمله ما تحسش ان هو انجاز صاحبتك، فانت تبقى زيي، انا حسسك ان انا الحلو وانا الصح فانساق معايا. ودي بتندرج في حاجات كتير، مش بس النجاح والفشل. ممكن مثلا لو في فعل غلط بيحصل زي الشرب، سواء بقى مخدرات او الى اخره، كلها بتبقى نفس الكونسبت. حتى لو انت كنت مثلا نتكلم مثلا عن مثال المخدرات ده، مثلا لو انت واحد مثلا ما بتعملش حاجه في حياتك او مالكش في الطريق ده بالظبط كده، مش سكتك الطريق ده، بس بتقعدوا يتريقوا مثلا يقولوا سيبه يا عم ده مؤدب. بالظبط. انا مؤدب، دي حاجه حلوه على فكره. وعلى فكره دي حاجه كويسه جدا. بس أيوة. الفكره دلوقتي ان احنا بالنسبه لنا بمعنى اصح زي ما هي بقت تتقال مؤخرا في الجنريشن الحلو والعنب ده، اللي هو الجنريشن الجديد اللي احنا شايفينه، مع ان احنا مش كبار برضو. بس في جيل طالع ده سيء قوي، اللي هم غيروا كونسبت ومعلم كل الجمل اللي نعرفها في حياتنا، اللي هو الشاب السيء، باد بوي. تمام. اللي هو بقى ده بالنسبه للناس هو الترند، هو الحاجه كويسه، فالناس بقت تنصف وراه. وعلى فكره برضو اكيد
الموضوع اللي هقوله دلوقتي ده احنا هنناقشه في حلقه لوحده، بس برضو التلفزيون والسينما بالظبط ليهم ليها ده عامل كبير جدا جدا ان جدا هم جدا في الموضوع ده. يبينوا ان الباد بوي اه ده الحلو الجميل دي حاجه سيئه جدا، مع ان الباد والباد بوي جيرل برضه. فعلا يعني. الباد بوي بمعنى اصح هو الصاحب الساحب، هو ده اللي بيسحب لتحت، ده حرفيا والله. لان دايما هتلاقي الناجح بيسحب الناجح اللي زيه، والسيء اللي بقى دلوقتي الواحد شايفه كتير هو اللي بيسحب الناس لتحت. هتلاقيه هو مش حابب ان حد يكون احسن منه، فهو يعمل كده عشان ينزل الناس زيه. يعني مثلا زي المثال اللي انا كنت لسه هضربه من شويه بتاع الناس اللي بتشرب مخدرات. انت لو واحد مؤدب ما بتعملش حاجه، وعينك بقت متعوده على طول ان انت شايفه أيوة. ان ده العادي وده الصح، هتاخد على عينك الشكل هتاخد ده، عليه هيبقى بالنسبه لك قدام ده عادي. العادي، حتى لو مش هتعمله، بس التصرف ده قدامك هيبقى عادي، ودي وممكن مش في حاجه الاخر صح. تعمله، وممكن في الاخر تعمله بالظبط، لانه هيبقى مع الوقت خلاص بالظبط، لان ده انت صاحبك خدت اللي عليه. انت بالظبط ده، وكمان ان ده اللي انت اللي خدت عليه زي ما انت قلت يا مريم، وده صاحبك اللي انت واثق فيه اصلا، يعني ده حد وبتقضي انت معاه تقريبا معظم وقتك، بالظبط اللي هو بتخلص الشغل تروح له او بتقعد على القهوه بالليل اقل حاجه. بالظبط. يعني انت بتقعد معاهم اكتر من اهلك حرفيا. صحيح. يعني كنا دايما في المدرسه دايما بيقول لك المدرسه انت بتقعد فيها اكتر من بيتك. ايوه. وطبعا بعد انتشار موضوع الدروس الخصوصيه اللي هو كان في جيلنا احنا يعني تمام، الموضوع بقى اكتر، يعني بقى ما فيش الاهل مش موجودين باثر كبير زي زمان، لو كان مثلا صح. المدرسه وبيرجع للاهل التربيه والكلام ده كله. بس طبعا بما ان انت بقيت تقضي وقت اكبر مع زمايلك، فبقت قعدتك مع اهلك اقل، فده بينطبق عليك انت اصلا شخصيا. مع ان دي حاجه برضو مش صح، بما ان انت برضو قلتها، لا الاهل برضو لازم ياخدوا حقهم، ويمكن دي حاجه مفقوده الفتره دي. جدا جدا. فعشان كده دايما لما بنقول الصاحب ساحب، هو في الصح وفي الغلط دايما. الناجح مثلا بيشد الناجح اللي زيه. اقول لك ابسط حاجه بسيطه جدا، ان في مثلا واحد شاطر في المدرسه، في ناس بتبقى شاطره وهي مش حابه تخلي حد شاطر، دي حاجه سيئه. وفي ناس ثانيه شاطره بتسحب صحابهم اللي هم اصلا ممكن يكونوا خايبين ان هم يبقوا شاطرين. بالظبط، بيرفع منه بالظبط، هو حتى بيحفزه، بس ان هو طب ما انت ممكن تقدر تعمل كذا، ممكن تقدر تعمل كذا، ممكن تقدر تعمل كذا. ودايما الشله اصلا اللي بيبقوا مع بعض بتلاقيهم شبه بعض. بالظبط. فحتى لو انت واحد في النص مش شبههم قوي، في الاول وفي الاخر هنقول عليك ايه؟ بالظبط، انت لو معاهم السيئه وزيهم. تعم حرفيا. بالظبط، ان انت شبههم، انا ايه اللي ضمني ان انت مش شبه الناس دي؟ فعشان كده دايما الصاحب ساحب. وزي رسول الله لما قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم الى من يخال. لازم تبص يكون لك نظره في الشخص اللي انت هتصاحبه ده. مش يعني بمشي كده وخلاص وانا مش شايفه او انا مش شايف. لا، دي حاجه مهمه جدا. لازم يكون في ادراك من عندك انت، من مخك ذات نفسه، ان ده صح وده غلط، ده ينفع يتعمل وده ما ينفعش يتعمل. صحيح. وترجع لاهلك لو انت شاكك في حاجه، لان ما حدش هينصحك في حياتك قد اهلك. صح، ومحدش هيخاف عليك ويحبك اكتر منهم. مع ان دي حاجه بقى دلوقتي برضو بقت بتتاخد ليه ككوميك او هزار. لا فعلا ما فيش حد هيخاف عليك اكتر من اهلك اكتر ناس بتخاف عليك يا جماعه. استشيرهم، مش بقولك امشي وراهم، استشيرهم وجرب مثلا ايه، احط الكلام اللي قالوه في او جرب دماغك. امشي وراهم مره، يعني لو هو مثلا مش عايز او مش عايزه تحط الكلام في دماغها، تبقى فاكراه ويعني وتمشي خلاص مثلا مع صاحبتها دي، او ده يمشي مع صاحبه او الشله دي، وهتشوف مع الوقت مثلا يا ترى هل الكلام ده صح ولا لا. ولو لا، اروح اتناقش مع اهلي وابتدي اقول لهم مثلا انا شفت موقف كذا منهم، ممكن يكون مش زي ما انتوا بتقولوا او العكس، مع ان غالبا في اغلب نظره الاهل بتبقى صح، بتبقى هي الصح. هو في معظم الوقت فعلا بيبقى دايما كلام الاهل هو الصح. كلام الاهل دايما بيطلع صح على فكره، في ودن نظرهم في الصحاب يا جماعه. يعني دايما لما يقول لك مثلا ان انا مش مستريح له، اللي هو فعلا بيكونوا هم عندهم نظره، حتى هو من ملامح وشه او من طريقته في التعامل او عندهم خبره اكتر مننا، خلينا دايما معترفين وما نستقلش بده ابدا. بالظبط. يعني كنت انت لسه بتقولي جمله من شويه، كنت بتقولي حاجه كده عن الاهل وهم الناس دايما عارفاها، اللي هي ايه؟ الصح صح والغلط غلط. ايوه انا كنت عايزه اقول انه مش حاجه الاهل بيقولوها، دي حاجه في الواقع بشكل عام. خلينا متفقين ان الصح صح والغلط غلط. مهما كان كل الناس ماشيه بتعمله فهو غلط، يعني مش معنى ان الناس كلها بتعمله ان هو كده خلاص بقى صح، لا طبعا. انا فاهم قصدك في النقطه دي. ودايما يعني اللي هو ايه، دايما اللي بيعمل حاجه غلط بيعملها في الدره. أيوة دي حاجه مهمه جدا. بس مؤخرا بقى في شيء من البجاحه اللي هو بيطلعوا يعملوها ويقنعوك ان هي صح، ان هي صح، وان اللي بيعمل الصح هو الغلط، هو اللي غلطان. لا انت ده انت موضه قديمه، ده انت دقه قديمه. لو في حد قال لك انت موضه قديمه، انت دقه قديمه، انت شخص رجعي،
انت مؤدب، اعرف ان انت طبعا مش في كل لا انت مؤدب، المواضيع دي حاجه حلوه. ايوه انت مؤدب اكيد حاجه حلوه، قصدي انت راجل او مش عارف. اوكي في ناس بيكونوا قفل، انا مش ده اللي بناقشه دلوقتي، انا بناقش الشباب اللي بيكونوا ماشيين في الاتجاه الصح ويجوا صحابهم يقولوا له ايه ده اللي انت بتعمله ده، لا انت مثلا اقل موقف لما تكونوا ولاد قاعدين في قاعده مع بعض او حتى بنات، والام تتصل في التليفون عشان تطمن، فابتدي بقى اللي هو ايه، اي ماما ماما انت لسه ماما بقى بتسال. الموضوع غريب ما عادي. طب هو ايه في المشكله؟ يعني اهلك بيطمنوا عليك، ماما دلوقتي الست تعبت ربت كبرت شالتك في بتتكلم بطنها بعد 9 شهور، بتتكلم بتتكلم تطمن. ايه اللي هيجرى لو انا رضيتها، ومع العلم ان رضاها فيه من رضا يعني رضا الام من ربنا رضا الرب يعني. بالظبط. ارد على التليفون يا ماما انا الحمد لله بخير مع صحابي شكرا، بس خلص الموضوع. ايه الطريقه في الموضوع؟ وكمان اللي انا بقيت استغربها مؤخرا، يعني كان زمان عندنا البنات زي ما هم بقوا مؤخرا كان ليهم وقت معين بره البيت، اللي هي بقت دلوقتي اسمها كيرفيو، بيتهيألي كيرفيو. تمام. لا انا بقيت يعني مع احترامي للبنات والله، بس ليه بنت تقعد في الشارع للساعه 12 واحده بالليل؟ دي حاجه ودي حاجه على فكره ليها اثر من الصحاب. اكيد صحابها بيعملوا كده، ممكن اهلها معترضين، بس اكيد صحابها ليهم جانب في الموضوع ده شديد جدا. ان هم هي بتقعد مع مين؟ بتقعد مع مين يا مريم؟ بتقعد مع صحابها. مع صحابها بالظبط. فاللي هو لا يعني لما ايه ده انت عندك مثلا اللي هو دايما سمعت الجمله دي قبل كده على فكره، اللي هو ايه ده انت اهلك عايزينك ترجعي الساعه 10. طب ايه المشكله على فكره؟ ولا اي حاجه، مفيش حاجه لما نخرج مثلا من بدري ونقعد ونبقى في البيت الساعه 10. انا برضه شايفه ان يعني بالعكس هي دي كلها حاجات ما فيهاش حاجه غلط، انا شايفه ان هي كلها ماشيه في الاتجاه الصح. بالظبط جدا. وكان في مثلا حاجه يعني جت قدامي وحصلت مع ناس اعرفها، بس دي حاجه ايجابيه مش سلبيه. تمام. كان في واحد اعرفه كان مدخن. تمام. وبعد كده هو اصحابه كلهم ما بيدخنوش، فهو مع الوقت فعليا ما بقاش يدخن. اولا بقى لا اصحابه بيتضايقوا مره في مره، طب انا ليه ما بقاش زيهم مره في مره ان هو بالظبط. وبغير الصح هي ما هو انت على النقيض تاني هتلاقي مثلا واحد في وسط شله مثلا كلها بتدخن تلاقيه بقى يدخن زيهم. بالظبط. وهي دي الفكره بتاعت انه الصح صح والغلط غلط. هو ممكن في النص يشوف ان ده عادي وفي شيء من الصح فيلا اشرب انا كمان. بالظبط. هي دي الفكره كلها. وهنا نرجع لنفس موضوع الحلقه اللي هو الصاحب ساحب في الصح وفي الغلط يا جماعه. بالنسبه نرجع مثلا لنقطه مهمه جدا للاهل. الاهل دايما في برضو مشكله برضو يعني عند الاهل، دي حاجه بسيطه ان هم في ناس بتقفل على عيالها قوي، ما بيكونوش عارفين الدنيا بره ماشيه ازاي، فبيجوا ما يعرفوش الناس اللي هم يبقوا اصحابهم او كذا او الكلام ده كله، او هم بمعنى اصح الناس دي ما جربتش مثلا ان هي تسيب عيالها تختار وبعد كده هم ينبهوهم يطلعوا. فهم ساعتها على فكره هيكون عندهم ثقه في نفسهم وهيعرفوا يميزوا الناس من الصح من الغلط. هيعرفوا يميزوا. على فكره لما نديهم الفرصه ان هم يميزوا هيبقى احسن بكتير. عارف ليه؟ عارف الجمله بتاعت الممنوع مرغوب؟ مثلا خلينا متفقين ان انا عماله ابعدهم، لا دول لا دول، هي هتبقى عايزه تروح تشوف دول مالهم فيه. بالظبط. ودي حاجه مهمه جدا. هنرجع لنفس النقطه اللي احنا بنتكلم فيها برضو، ان هو لما انت بتخليه منغلق في حاجه معينه وبعد كده لما يجي يشوف الدنيا كلها بره بيبقى الموضوع صعب قوي. كان في جره وطلع لبره. كانت في جره وطلع لبره. فهي بتيجي النقطه هنا اللي هو لما بيلاقي الناس دي، طب انا ما اعملش للناس دي، هو ممكن فعلا ما يكونش عارف الغلط من الصح، ودي مشكله كبيره. فهو بينصح ورا اصحابه اللي هو انا ماشي بتبقى حاجه كده، بيبقى واحد منغلق كده وفجاه شاف الدنيا بقى، فاللي هو يا بالظبط. بس الدنيا كل حاجه بتبوظ ممنوعه معاه بقى كانت ان كانت حلوه او وحشه هو هيبقى عايز يعملها. بالظبط. وعلى الاغلب يعني الحاجات اللي هتواجهه اكتر هي الحاجات اللي فعلا ممنوعه اللي مش حلوه. بالظبط. لان هي الحاجه الحلوه اكيد اهله مش هيمنعوها عنه. بالظبط. بس هي الفكره كلها كان في الانغلاق اللي هو فيه. فهي دايما لما بنتكلم ان زي ما المبادئ او التربيه ذات نفسها، يعني موضوع الصاحب ساحب ده ليه علاقه بالاهل كبير جدا اللي هو في اساس التربيه. فاحنا بنتكلم لما بنقولها مثلا الاهل ليهم دور كبير قوي، وده اساسا موضوع يعني هنعمله حلقه تانية خالص. ان الاهل هم اول حاجه البذره بالظبط بتخش جوه البني ادم، واول حاجه البني ادم بيقابلها وبيتعامل معاها وبيقعد معاها. بعدين تيجي المدرسه، بس الاهل هم الاساس. ده اكيد ده كده الاهل هم اساس في كل حاجه. مهمه جدا في ان هي تحط الثقه في الطفل ان هو او الشاب بقى لما يكبر ازاي يعرف يوزن الامور، يختار، يعمل كل ده طبعا متعلق بالتربيه. وده توبيك، دي حاجه ده توبيك لوحده هيتعمل له اكيد حلقه لوحده برضه ان شاء الله، ونتكلم فيه كمان من نظرتنا كشباب فيه. ودي نقطه مهمه جدا، وبالتالي الحلقه دي هتكون موجهه للاهل اكتر. دي حاجه
تبقى حاجه مهمه برضه وفي بالنسبه حاجه لي. تانية برضو عايزه اناقشها، موضوع الالفاظ، ان احنا نبقى جروب مع بعض طول ما احنا الموضوع ماشيين ده في الشارع نسمع افظع الالفاظ بتتقال، ويعني دي بجد كارثه. كارثيه مع ان انا مره بكل شفت منتهى. موقف قدامي ان يعني ولد بيقول لصاحبه شتيمه وحشه على مامته، اوكي، فالراجل معدي قال له ايه ده، هو انت مامتك كده؟ فهو بقى عايز يتخانق مع الراجل، قال له انت عايز تتخانق معايا ليه؟ ما تروح ما انت تتخانق مع لسه صاحبك. صاحبك لسه قايل لك ان مامتك كده، يعني انا ما قلتش حاجه جديده. فلازم بقى نركز قوي في الموضوع ده. انا ليه بقى قاعده اشتم بابايا ومامتي بافظع الشتايم وهم ناس يعني ما الموضوع لهمش اي سيء، ذنب في الموضوع سيء، ده الموضوع. لاهلك اللي ربوك يا حبيبي. يعني دي حاجه مهمه. بالظبط. وفي حاجه برضو بمناسبه موضوع الشتيمه ده، الصحاب برضو ليها جانب فيه، ان انتوا مثلا لما تكونوا قاعدين كلكم مع بعض مثلا وصوتكم عالي وشتيمه ومش عارف ايه وفي بنات وراكم، فبعد مع الوقت كان ممكن الواحد شاف الحاجات دي قدامه. مثلا ان انا مثلا في ناس اعرفها مثلا، انت عارف مثلا حدودك فين، الناس كلها بتشتم والناس كلها بتعمل حاجه والكلام ده كله، بس لما بيكون في على الاقل بنات وراك فانت بتكون ماسك لسانك على قد ما تقدر. لا الموضوع ده ان انت يمكن دلوقتي كمان ابتدى ايه يعني ما يبقاش موجود، اللي هو خلاص ما فيش اعتبار فيه. وحياتك بقى على بنات فكره واولاد. ومش حكايه بنات وولاد، لو في حد كبير مثلا عادي احترام يا الكبار، احترام الكبار كان مهم يعني انا بجد فاكره يعني. زمان كان بقى لازم نحترم الكبير وما نردش عليه. دايما في كده الجيل ده عنده تحدي كسر القواعد، يلا جدا نكسر كل جدا حاجه. جدا يا شباب، خدوا بالكم والنبي والنبي، في قواعد كده مهمه جدا ما احنا ينفع بقينا يعني لو ننساها. كسرناها هنخسر حاجات تانية كتير. ترجع برضو للاسف ان احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه وكل الحاجات اللي احنا قلناها بترجع برضو لموضوع صحاب. صح. ان الصاحب هو اللي بيشد صاحبه اذا كان للخير او اذا كان للشر. مثلا هنتكلم في موضوع مهم جدا زي الصلاه، انت لو صحابك بيصلوا انت هتصلي، صحابك ما بيصلوش ممكن تبقى زيهم. صح. انت لو مع حد بيصلي سواء بنت او ولد هتلاقي نفسك دايما الصلاه انت فاكرها، لان في هو بيبقى دماغك. فاكرها يلا نصلي يلا ننام، حتى لو ما قالكش يلا هيقول لك انا قايم اصلي. انت الموضوع برضو واحده واحده هيجي في دماغك وهتصلي حتى لو انت ما بتصليش. وعلى العكس بقى لما انت تلاقي دايما انت بتقول لهم يلا نصلي يلا نصلي ومحدش بيصلي معاك، فمع الوقت انت هتتعود ان دي بقت حاجه بالنسبه لك عادي. مش هتفتكر اصلا. بالظبط. مش على مش هتفتكر، مع الوقت هتقول هو انا اللي غلط ولا ايه؟ مع ان هي حاجه صح وحاجه ما فيهاش ادنى نقاش في الموضوع نهائيا. واحنا بس مش بنتكلم في دين، احنا بنتكلم في اساسيات. اساسيات بالظبط. هي الموضوع يعني في اي حاجه في حياتنا عموما يعني. هي الفكره كلها اللي هو ايه، العين لما بتشوف حاجه بتتعود عليها فبيبقى بالنسبه لها الموضوع ده عادي. فانت بنتكلم فيه برضو النقطه ان انت بتقعد مع صحابك كتير جدا 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 جدا، فده انت عينك واخده دايما معاهم عليهم على حاجات معينه. ده العين والسمع بالظبط. كل ده في الاخر لما بيتاثروا، وطبعا الدماغ طبعا هي اخر حاجه كله بيطلع بقى من هنا. بالظبط. يا ريت ناخد بالنا ايوه اقفل ده يعني، حافظ على نفسك شويه. بجد الشتايم او كده انا بشوف ان هي شيء يعني انا مش عارفه هم ازاي بيعملوا كده ويقعدوا يشتموا في بعض واهل بعض بعلو الصوت كده، وهي فيها بقى ضحك انا شايفه ان الواحد لو ركز ما فيهاش اي شيء يضحك. هو موضوع الصحاب كلها غلط في غلط. الموضوع ده بجد مضايقني جدا انه مؤخرا بشوفه اللي يضايق اكتر ان انت بقيت تسمع البنات صوتها عالي في الشتيمه. فالموضوع بقى بالنسبه للناس الطبيعيين يعني، مش هقول الولاد ولا بالنسبه لاي بني ادم طبيعي اذا كان ست او راجل، هو انت بتعملي ايه؟ طب مع احترامي الست ليها حياء، تمام؟ هي بتكسر الحياء ده دلوقتي. تالي دي حلقه هتبقى لوحدها برضو على موضوع الشتايم والحاجات دي كلها، بس بيرجع للصحاب برضو الموضوع. التصرف الصح للبنات والولاد يكون ايه؟ يعني عامه بقى لو انت قاعده في مكان عام تعملي ايه، وانت في بيتك اعملي اللي انت عايزاه، لكن وانت بره صوتك مثلا لازم ما يبقاش عالي قوي، الضحكه، القعده، يعني ده توبيك تاني. نفس الكلام للولاد طبعا. طبعا يعني مش شرط ان احنا البنات اللي ينزل علينا ان احنا لازم نعمل لا، هو المفروض الذوق العام ده يبقى على الجميع. هو الذوق العام بقى سيء، فخلينا يعني حياتي والله ممكن حلقه يبقى اسمها الذوق العام كده لوحدها نتكلم فيها عن المواضيع دي كتير جدا. في حاجه مهمه برضو في الصحاب ممكن نذكرها بمناسبه الصاحب ساحب، ان مثلا في واحد بيعمل حاجه وهو مقتنع بيها ومقتنع بيها جدا جدا جدا، بس اللي حواليه مش ناس كويسه، هيبداوا يحبطوا فيه لدرجه ان هو هيكره الحاجه اللي هو بيعملها. صح، ده 100%. لو هيقعد يحبط فيه اللي هو ايه القرف لا ويا سلام بقى لو هو شايفه بيعمل الصح، ودي برضو بتحصل كتير قوي، ان اكون انا بعمل الصح بس اللي قدامي مش عايزني ابقى احسن منه،
فهيتبع حاجتين، يا الا يحاول معايا الاول ان انا ابقى زيه، لو ما عرفش هيتبع بقى نظام ايه؟ الاحباط. انت اصلا فاكر اللي انت بتعمله ده صح؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ فبالتالي انت يعني لو حد كمان شخصيته ضعيفه او مهزوزه او كده هيتاثر جدا بالموضوع ده جدا بعدين، جدا جدا جدا. وهتلاقي ان هو يا هينساق وراه يا الا نفسيته هتتعب او هيتاثر. اكيد. في جمله واحد حبيبي قال لي في مره كنا بنتكلم في توبيك معين، يعني كان بيننا وبين بعض واصحابنا ومش عارف ايه، ففي حد وصل اتشيفمنت معين بغض النظر عن الطريقه اللي هو وصل بيها، يعني مش هنتكلم عن الطريقه، بس هو قال جمله حلوه جدا. قال انت ممكن انا شخصيا اللي هو اكون حاقد عليه ان انا ما بعرفش اعمل الحاجه اللي هو بيعملها ايوه دي صح. من غير ما يحس. وعلى فكره البني ادم من غير ما يحس دي يعني فطره في البني ادم، فاهم؟ لو عشان كده انت بتحاول تقلل من حاجه ممكن هو بالنسبه له حاجه شايفها كبيره، انت ممكن بتقلل منها انت شايفها حاجه سهله بس انت مش عارف تعملها. صح. والنظام ده على فكره بيتبع برضو في المبادئ والتربيه والاخلاق. ايه ده؟ انت متربي، انت عندك اخلاق، انت عندك مبادئ، لا تعالى بقى انا هشيل امسح ده كله بقى. وانت فاكر نفسك اصلا ايه وابتدي برضو فعلا اعملها بقى ان انا اتريق عليه او اضحك عليه او عشان برضو انا متغاظ او متضايق ان انا مش عارف اوصل لتربيته او لثقته في نفسه او لمبادئه او كده. حاجات كتير. لا يعني هي حاجات كتير. هو موضوع الصحاب بينطبق عليه حاجات كتير وبعدين جدا. بدأ بقى يتحول ان هو يبقى ده زيهم الموضه. لا بالظبط. وده الموضه وده الموضه ان انا يعني اخليك ما عندكش مبادئ واخليك تفقد المبادئ اللي جواك يعني ابتدى يقلب يعني بموضه. حته الفقد دي بقت سيئه قوي، لان انا بالنسبه لي انا شايف ان الشباب الجديد كله او الجيل الجديد كله فقد الهويه اصلا. ايوه. فقد الهويه لازم بمنظر يبقى فيه غير وعي، طبيعي. لازم يبقى فيه ادراك، لازم يبقى فيه مبادئ عند كل واحد، والتربيه مهمه جدا. التربيه مع الجيل اللي جاي ده يعني ربنا يسترها. والله يمكن احنا عاملين البودكاست ده عشان واسمه وماذا بعد، عشان الواحد شاف الحاجات اللي الجيل بقى يعملها. وحرفيا دلوقتي الجيل مش بقى 10 سنين، الجيل بقى قريب قوي. الزون بقت قليله قوي بين الاثنين. صح. الموضوع بقى غريب جدا بالنسبه للواحد يعني والواحد انا فاكره بيشوفه. مثلا وانا صغيره قوي لو مثلا في ابتدائي او كده، كان لو في حد يعني قال كلمه عيب، وليه اصلا يعني لو هنتكلم على زماننا دلوقتي، هي دلوقتي تعتبر اصلا مش عيب، اللي هو ايه ده روح بقى مظلومين وبتاع. تعالى شوف دلوقتي. هنضحك دلوقتي شويه. كان في فيديو كده على التيك توك من فتره وانا بسكرول، كان اللي هو عمرو خالد جاي وكان بيتكلم من زمان قوي، بيقول يعني ايه بنت في الشارع تقول فشخ ومش عارف ايه. انا دخلت على الكومنتس، بس دخلت والله ابص على الكومنتس فضول، لقيت ان هم بيتريقوا عليه. طب ما عنده حق على فكره. ايوه صح. اذا بنختلف او بنتفق مع عمرو خالد في حاجات، بس هو عنده حق. هي من امتى والبنات زمان كانت بتعمل كده او الولاد حتى او الكلام ده كله؟ معلش، ما هو الشباب بتشتم من زمان. وعلى فكره كان في مسلسلات برضه زمان كانت بتناقش الحاجات دي. حد مثلا يقول كلمه، لا ده بالعكس بالتاثير الايجابي، ان حد مثلا يقول كلمه يقول له ايه ده، وتلاقيهم كلهم بيتصدموا ازاي هو قال كده. دلوقتي ما بقتش موجوده. وكنت لسه بقول لك يعني حتى الشتيمه بين الولاد موجوده من زمان. يعني مش هنتكلم الشتيمه موجوده بين الولاد من زمان. يعني على رايك زي ما بتقول كانت في الاول مثلا ممكن تتقال في الودن او تتقال بيننا وبين بعض. بلاش كده، كانت يا ست تتقال في العلن، بس لما كان في بنات او ستات او ناس كبيره جنبك كنت انت بتكتم بتسكت بتصدق احراجا منهم على فكره. لو انت مش عايز تبان قدامهم بصوره وحشه، دلوقتي بقى عادي. ايوه. بص على الجامعات، والله الجامعات بقى الموضوع صعب. كان يقول لك ايه زمان بقى اللي هو ايام يعني بابا وماما يعني اللي هو مثلا لو في حد عايز يشرب سيجاره ما ينفعش بابا يشوفه ابدا، لازم يستخبى ويعمل. والله انا اعرف واحد عنده 50 او 60 سنه، 50 ووالده لسه عايش ربنا يديله الصحه، يعني هو ما بيجرؤش ان هو يولع سيجاره قدام والده لغايه دلوقتي. ايوه. على فكره كل دي مبادئ عايزينها ترجع تاني. واحنا هدفنا من البودكاست فعلا ان احنا عايزين الكلام ده يرجع تاني، لان هو ده الصح. بالظبط، هي دي الفكره كلها. الصح يبقى زي ما انت قلتي يا مريم، الصح صح والغلط غلط. وانت عارف صحابك على ايه، وانت شايف صحابك ممكن يوصلوك لايه وممكن يوصلوك فين، وعارف انت نظره اهلك دايما اكتر ناس هتخاف عليك هم مين يا مريم؟ اهلك بلا نقاش. حتى لو انتوا هتتناقشوا معاهم في حاجات، بس بلاش تتلسع من حد وبعد كده ترجع تقول لاهلك كان عندهم حق. واحيانا بتبقى اللسعه بقى قويه وحشه قوي، فقد بتبقى اللسعه وحشه. ايوه صح. بدون ذكر مواقف يعني حصلت لناس اعرفها،
بس لا في اوقات بتبقى اللسعه وحشه قوي، فبعدها ترجع تقول لاهلك تصدقوا كان عندكم حق. طب ما كنت تتحرص من الاول ايوه قبل ما يحصل لك الموقف، ما هم قالوا لك ده وحش وده حلو وقدامك بالظبط. الاختيار، صح. فانت ممكن تدرك ده، فادركه بدري شويه. والاهل عليهم جانب في الموضوع ده ان هم يصاحبوا عيالهم، دي حاجه مهمه جدا. لازم ونسمع واحنا بنسمع لو في حاجه غلط قوي اتقالت ما تكلبش بقى وايه ده واللي انت عملته ده واوعى. عشان كده هو هيلجأ لاصحابه اللي احنا بنتكلم عليهم بهدوء، لان في الاول وفي الاخر لازم يكون الصاحب الحقيقي هو الاب او الام او حتى الاخوات او حتى القرايب التانيين، الخاله بقى العمه او كده، لازم يكونوا هم الصحاب الاصليين، لان دايما هم دول اكتر ناس هيبقى همهم فعلا مصلحتك وشكلك وقيمتك قدام الناس. بالظبط، شكلك قدام الناس بيهمهم جدا. بس احنا كده النهارده توبيك عميق جدا توبيك كبير ويتوسع معانا بحلقات تانية. طبعا هي جت الافكار في النص واحنا بنتكلم، بس خليكم فاكرين دايما ان الصح صح والغلط غلط والصاحب ولو كل ساحب. الناس عملت الغلط فهو غلط. ما تمشيش ورا القطيع. بالظبط. امشي ورا القطيع في الصح مع بس. قاعدة المبادئ، القواعد، الاصول، الذوق العام. موضوع الذوق العام ده لوحده سيء. يلا الحمد لله. ودي كانت حلقتنا الاولى، اول حلقه تطلع ان شاء الله يا رب. وانتوا بقى جاوبونا عن السؤال اللي في اخر كل حاجه، اللي في اخر كل حلقه، وماذا بعد؟ السؤال اللي دايما احنا عايزين نعرف احنا رايحين على فين. يعني هو البودكاست ده معمول عشان كمان الناس مع راي الشباب اللي احنا بننتقدهم دلوقتي، احنا رايحين على فين؟ طب انتوا بتفكروا في ايه؟ انا عايز اعرف تفكيركم في ايه. ويا ترى بعدين فعلا هيفوقوا ويبقى فيه مبادئ وتربيه والى اخره، ولا هنزداد سوء، ولا لا؟ وان شاء الله لا، يعني ان شاء الله لا يا رب. يا ترى اللي جاي ايه بالظبط؟ يا ترى اللي جاي ايه؟ اللي هو السؤال اللي بتاعنا المعتاد اللي احنا هنقوله ايه بقى؟ وماذا بعد؟ هنستنى اجاباتكم في الكومنتس. بالظبط. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ايا كان بقى المنصه اللي انتوا بتتفرجوا منها. بالظبط كده. وحلقاتنا هتنزل كامله كلها على اليوتيوب وابلكيشنز البودكاست، هنحطها لكم تحت ان شاء الله في الديسكربشن. وماذا بعد؟ باي باي يا جماعه.